محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر، إن جبريل أتاني في الليلة الماضية وأخذ بيدي حتى أراني الباب الذي ستدخل منه أمة الجنة. قال أبو بكر: ليتني كنت معكما يا رسول الله. قال الحبيب محمد: ألا يكفيك يا أبا بكر أنك ستكون أول من يدخل الجنة من أمتي. الله! يا أبا بكر، ألا يكفيك أنك ستكون أول من يدخل الجنة من أمتي؟ يا أبا بكر، ألا يكفيك أن الله تعالى يوم القيامة سيتجلى على المؤمنين عامة ويتجلى لك أنت خاصة؟ ما هذا؟ ما هذا؟ إنه أبو بكر. ما هذا ومن هذا؟ أما من هذا فإنه أبو بكر، وأما ما هذا فإنه الصديق. الله يتجلى بذاته على المؤمنين عامة ويتجلى عليك يا أبا بكر خاص. يقول حبيب قلوبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه: لو وزن ايمان الامة بايمان ابي بكر لرجح ايمان ابي بكر. نعم نعم يا سيدي، يا نور قلبي. نعم يا سيدي يا رسول الله، لو وزن ايمان الامة من اول عمر الى ان ينفخ اسرافيل في الصور، لو وزن ايمان هؤلاء اجمعين بايمان ابي بكر وحده لرجح ايمان ابي بكر بايمان الامة. سيدي يا ابا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحرية العقيدة،